السلام عليكم يا جماعه، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده رجعت لكم بفيديو مختلف، وهو علامات تدل على انها مش معجبه فيك. ليه بعمل الفيديو ده؟ عشان ناس كتير سالتني في فيديوهات التانية، قالوا لي احنا ازاي نعرف لو في بنت مش بتحبنا، ازاي اعرف لو هي معجبه بيا ولا لا. فانا هقول لكم الحاجات اللي لو هي عملتها معاكم، بس كل الحاجات دي لازم تتعمل مع بعض، يعني مش هينفع حاجه واحده هي بتعملها خلاص هي مش بتحبني، لا، كل الحاجات دي مع بعض اتعملت او معظمها اتعملت فيك، فاعرف ان هي مش بتحبك. وانا الكلام ده على فكره بقوله علشان اساعدكم، عشان في عندي في اليوتيوب في قناتي، يعني على قد ما عندي بنات عندي ولاد برضو، فانا عايزه اساعدكم زي ما بساعد البنات. هقول لكم الحاجات اللي لازم تاخدوا بالكم منها. قبل ما ابدا الفيديو تاكدوا تعملوا لايك وسبسكرايب على قناتي وفعلين الجرس. وخلينا نبدا باول حاجه. احنا دلوقتي في زمن التكنولوجيا والتليفونات، وصعب جدا تلاقي حد مش معاه التليفون او مش ماسكه 24 ساعه في اليوم. ولو مش 24 ساعه في اليوم، مستحيل ان انت تبعت رساله لحد وهو ما يردش عليك يوم كامل، الا لو هو فعلا مشغول او مش عاوز يرد عليك. فلو انت بتبعت لبنت رسائل وكذا رسالة وهي مش بترد عليك بسرعة، فهي مش معجبة بيك. لو هي ما عندهاش سبب ان هي ما تردش عليك، يعني مثلا مش بتروح جامعة، او مثلا هي راجعة من الجامعة، او في اجازة، فمفيش سبب ان هي ما تردش عليك. بس احيانا ممكن تكون مشغولة، ممكن تكون عندها مشاكل في البيت، ممكن يكون عندها مشاكل في الشغل، فحاجة دي لوحدها مش كافية ان انت تعرف لو هي مش بتحبك. الحاجة التانية بقى دي، يعني لما بتحصل، يا اما بتحصل عشان هي عايزاك تغير عليها، يا اما هي فعلا مش بتحبك وعاوزة تاخد نصيحتك. وهي لما هي بتكلمك عن ولاد تانية، خصوصا لو هي بتسألك عن نصايح في علاقتها مع حد تاني. مثلا انا مثلا معجبة قوي في الولد الفلاني ده، وانا يعني مش عارفة اكلمه ازاي، رأيك ايه؟ اكلمه ازاي؟ اقول له ايه؟ فممكن تكون هي عاوزة تعرف انت شخصيا عاوز ايه، يعني ايه الحاجة اللي ممكن تساعدك او الحاجة اللي انت ممكن تعجبك. وممكن برضه تكون بتعمل كده علشان تحسسك ان انا مش بحبك، انا معجبة بحد تاني. تالت حاجة عاوزة اقولها، وحاجة مهمة جدا، مش عشان هي بتسألك اسئلة عن نفسك فهي بتحبك. دي حاجة بقى مش زي الولاد لما بيسألوا بنت اسئلة كتير عن حياتها وشخصيتها واحلامها وطموحاتها، فده ممكن يكون معظم الوقت اعجاب، عشان الراجل بشكل عام مش بيهتم قوي بالتفاصيل، او بيهتم ان يعرف حاجات كتير عن اللي حواليه. بس البنت مش كده. البنت لما بتسألك اسئلة، ممكن عشان انت صديقها فهي عايزة تعرف حاجات اكتر عنك، ممكن عشان هي شخصية بتحب تعرف كل حاجة، فمش شرط تكون بتحبك لما تسألك اسئلة كتير. ممكن برضو ان هي عايزة تمشي الحديث، يعني مش شرط ان هي، خصوصا لو الاسئلة مش حاجات زي عاوز كم ولد، عايز تعيش فين. الاسئلة دي ممكن تكون اعجاب، بس لو اسئلة عامة زي لونك المفضل، اكلت ايه النهارده، رايح فين بكره، مش شرط تكون بتحبك. رابع حاجه، ودي حاجه انا بتكلم في اول علاقه، يعني لو انت بتتعرف عليها بالاول، لو حسيت ان هي مش مهتمه بشكلها قوي قدامك، فده برضو يعني ان هي مش معجبه فيك قوي. والناس اللي هتهاجمني وتقولي مش لازم البنت تحط ميك اب والجو ده كله، انا مش بقول كده. انا بتكلم ان البنت ما تعملش ولا ربع افورت ان هي يكون شكلها حلو قدام الولد. كل البنات حلوين دايما، بس قصدي اني لما تحس ان البنت يعني هو بجد شويه وجايه ببيجامه، يعني خصوصا في اول علاقه. ممكن في اخر العلاقه لما تصاحبها او لما تخطبها وتتجوزها، اللي هو ما تغيرش شكلها كتير عشان هي حاسه براحه معاك، دي حاجه جميله. انا بتكلم اول علاقه لما احنا في مرحله الجذب. انا دلوقتي بحاول ان اجذب الشخص اللي قدامي، وانا مش بعمل اي حاجه، شعري لسه صاحيه من النوم، نازله لابسه بيجامه، شكلي اللي هو بجد عادي جدا، ما بحاولش. انا مش معجبه. تكون معجبه بحد دايما هتحاول ان هي تحسن شكلها، ودي حاجه طبيعيه. حتى الولد على فكره تلاقي قبل ما ينزل بتعمل كده في شعره وكده في الجاكيت بتاعه ومعرفش ايه، عشان دي فطره الانسان عاوز يعجب اللي قدامه. فانا هحاول اعمل اي حاجه عشان ابقى احلى. خامس حاجه، اعتقد لما هي ما بتحاولش ان هي تشوفك او مش بتعمل اي مشاريع معاك، يعني البنت اللي ممكن تقعد اكتر من شهرين مش بتشوفك او شهر مش بتشوفك مع انها في نفس المكان، فهي مش بتحبك، مش معجبة فيك. عشان زي ما انت هتكون عاوز تشوفها وانت معجب فيها، هي برضه هتكون عاوزة تشوفك لو هي معجبة فيك. سادس حاجة، ودي حاجة اتمنى ان انتوا تلاحظوها، بصوا، 99% لما بتحصل الحركة دي فهي مش بتحبك. وهي لما هي بتحاول تظبطك مع حد من صحابها او حد من معارفها، شوف البنت دي حلوة قوي، روح كلمها. صاحبتي على فكرة معجبة بيك، ايه رأيك تكلمها؟ لما هي بتلعب دور الخطابة فهي مش بتحبك، مستحيل، اصل ليه هتعمل كده؟ وبقولكوا 99% ضمان اني لو عملت الحركة دي فهي مش بتحبك، الا بقى لو بتختبرك. بس برضو مش يعني بحس اني صعب البنت تعمل كده، اللي هو تمشيها للاخر. ممكن تقولك مثلا في بنت معجبة بيك، بس تسكت تشوف انت هتقول ايه، بس ان هي تديك نمرتها وتقولك كلمها
تقعد بقى اللي هو انتوا بجد حبيتوا بعض ولا ايه الاخبار. لا يعني بحس صعب بنت تعمل كده لو هي فعلا حباك، الا لو هي مش عارفه اصلا ان هي بتحبك. سابع حاجه ان دايما بتخترع حاجات عشان ما تشوفكش، دايما مشغوله، دايما عندها حاجه تعملها، دايما في حاجه في حياتها، مش هتحاول تكلمك قوي او تشوفك قوي زي ما انا قلت قبل. بس لما بتقعد تخترع بقى حاجه ان هي تكنسل معاك اي حاجه انتوا متفقين عليها، فهي مش حباك. هتلاقيه في نفس الوقت بتخرج مع ناس تانية، فده برضو يعني ان هي مش عايزه تكسفك، مش عايزه تقولك انا مش عايزه اخرج معاك، بس طالما خرجت مع ناس تانية فهي فعلا مش عايزه تخرج معاك انت شخصيا. تامن حاجه ان هي عمرها ما ممكن تبعتلك رساله من نفسها كده. في ناس تقولي اني انا بحاول اتقل عليه فانا مش هبعت له رساله، صحيح بس مش دايما. يعني لما انت مثلا تكون هو ساكت قوي وهي ما تبعتش ولا رساله تسال عليك حتى تشوف انت كويس ولا لا، فهي انت مش فارق معاها قوي. يعني اصل بنات بياكلوا هم قوي. يعني مثلا لو انا مثلا حابه شخص فانا دايما هكون واكله هم، طب هو كويس مش كويس، طب عمل ايه ما عملش ايه. حتى البنات اللي مش كده على فكره برضو هتلاقيهم بيقولوا طب هو ليه ما كلمنيش، هو في حاجه كده. يعني هتلاقيها بتبعت للشخص اللي هي مهتمه بيه. بس حاجه ان تلاقيها دايما بتحاول تقفل المحادثه، يعني بتكلمه في نص الحديث لازم اروح عشان مش عارفه ايه، او مثلا بتبعت لها سؤال بترد على قد السؤال، مش بتحاول ان هي تخلي الحديث يفضل ماشي. تاني هي بتدي اجابات كده قصيره مش اجابات برضو هي مش من قلبها، يعني اجابات مش طالعه من القلب، فهي بترد عليك ادبا بس هي مش معجبه بيك. صعب جدا تكون معجبه بيك وبتتقل عليك بالطريقه دي. يعني صعب ان بنت عاجبها حد ان هي تقطش الحديث، بجد يعني حاجه صعبه على البنت. يعني لو حصل فهتلاقي ان في على الاقل دليل في قلب المحادثه بيقول ان هي ممكن تكون معجبه بيك. يعني ممكن مثلا تكون ردت عليك من قبل بكذا قلب مثلا. بنات برضو بيحبوا يفننوا في الايموجيز وكده، برضو مش دايما. اصل في بنات بتحب دايما تحط قلوب وكده، ده هو الفايب بتاعها، فعادي. يعني مش شرط انت تكون هي حباك انت، هي ممكن تكون بس بتحب الايموجيز. يا جماعه انا بقول لكم الكلام ده عشان مش عايزه قلبكم يتكسر. 10 حاجه وقبل الاخيره ان هي البادي لانجويج، لغه الجسد بتاعها لما بتشوفك بتبقى قافله قوي، فهتلاقي قاعده كده او مثلا كده اللي هو زهقانه، مش بتلعب بشعرها. اللعب بالشعر من اكتر الحاجات اللي بتقول ان انت معجب بحد. اصلا مش عامله كده برقبتها، الست لما بتبين رقبتها كده فهي معجبه برضو. هحطلكوا الفيديو اللي عملته عن لغه الجسد والاعجاب وكده، هيفيدكوا قوي. برضه لازم نشوف لغه الجسد. ممكن تلاقيه حاطه شنطه مثلا في النص ما بينك وما بينها، عاوز تكون مرتاح مع حد او عاوز اللي هو يكون في راحه في الحديث. يعني حاول ما تحطش اي حاجه بينك وبينه، ما تحطش مثلا شنطه، ما تحطش كتاب، ما تحطش حاجه قدامك وقدامه، ممكن مش قدام بعض، خصوصا شنطه، عشان انت كده بتقول للشخص اللي قدامك ان ده الزوم بتاعي ما تخشش. واخر حاجه واكتر حاجه واضحه بس مش دايما، البرو زون. ايه البرو زون بقى؟ يعني البراذر زون، يعني الزوم بتاع الاخوه. لما هي تقولك ايه ده اخويا، انت زي اخويا، انت شبه اخويا، انا بحبك زي اخويا. يعني البرو زون اصعب من الفريند زون. الفريند زون اللي هو ماي فريند مثلا، صديقي، انت صديقي. لا هو اصدقاء ممكن يبقوا احباب عادي، بس يعني صعب تكون اخ وتبقى حبيب. هو مش مستحيل. انا ياما شفت ولاد بيقولوا للبنات زي اختي زي اختي وبعدين نتجوزها في الاخر، فمش عارفه بقى. بس البنت يعني لما تقولك برو كده يعني ما تعشمش قوي، الا لو هي بتقول كده لكل الناس فهي طريقتها يعني. بس لما تقولك انت بالذات برو، ممكن يا اما هي بتحاول تحسسك ان هي بتحط حد، او ممكن تحسس نفسها، او ممكن هي فعلا شايفاك ان انت اخوها. وفي الحاله دي صعب جدا ان انت تترقى زي ما قلت تبقى حبيب، بس مش دايما زي ما قلت. برضو في بنات ممكن تقول برو علشان اللي هو يعني تخلي الثقة تكبر، عشان تحسسك بأمان أكتر في العلاقة، عشان كده يعني. فلو كل الحاجات اللي أنا قلتها دي اجتمعت مع بعض في إنسان واحد، والبنت دي عملتك وعملت معاك كل الحاجات اللي أنا قلتها، يعني أنا آسفة بس اللي هو دور على حد تاني. خصوصا لو كذا حاجة، يعني لو مثلا أكتر من 4-5 حاجات فاللي هو بجد باي باي. يعني على فكرة مش صعب انت تعرف لو بنت بتحبك، العينين بجد مش بتكذب، والبنت عامة بتلاقيها بجد اللي هو بتحاول تعجبك بأي طريقة، بتحاول تلفت نظرك، بتحاول ان انت تتفق معاها بحاجات كتير هي بتقولها. يعني تلاقيه بتبصلك، بتقعد جنبك، ممكن تتكسف زيادة حواليك. بس زي ما مهم تعرف الحاجات اللي هي بتعملها لما تكون معجبة، أهم ان انت تعرف الحاجات اللي تعملها لو هي مش معجبة، عشان عمرك ما تتمادى معاها. حاجة مهمة عاوزة اقولها، no means no. لا يعني لا. يعني البنت لما تقولك لا على اي حاجة، اتمنى ان انت توقف كده وتقول اوكي انا احترم قرارك ده وبس. جو اللي هو تقولك لا وانت تفضل بتعافر
خصوصا لو هي مش مرتاحه. اتمنى انتوا ما تعملوش كده، عشان كفايه قصص سمعناها، حاجات بتوجع القلب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على قناتي وتفعلوا الجرس. تكون البلاي ليست عملته عن المواضيع الاجتماعيه. تقدروا تكتبوا لي تحت في التعليقات لو عمرها حصلت معاكم الحاجات دي اللي انا قلتها. وبرده البنات اكتبوا لي تحت الحاجات اللي انتوا بتعملوها لما انتوا مش بتكونوا معجبين بحد. زي ما قلت في كل فيديو، ان شاء الله اشوفكم على خير. مع السلامه.